التشكيل الافضل للنادي الاهلي في مباراه سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا. الافضل من حيث حاله كل لاعب، الافضل من حيث حاله الفريق ككل، الافضل من حيث المرحله اللي بيمر بها الاهلي من ارهاق، من ضغط مباريات، من اصابات. لازم نبص على الافضل من كل الاتجاهات. في البدايه من الطبيعي ان انت لما يكون عندك لاعب مش في افضل مستوى ليه ان اللاعب ده يقعد دكه. من الطبيعي كمان ان لما اللاعب ده يكون مضغوط بشكل كبير جدا بدنيا سواء مع المنتخب في مباريات او مع الاهلي ومش قادر يشيل رجله في الملعب، يبقى اللاعب ده يقعد دكه. ومن الطبيعي ايضا ان لما اللاعب ده يكون له بديل قوي زي اكرم توفيق او كريم فؤاد بيقدر يلعب في مركز الباك اليمين، ان محمد هاني لازم يقعد دكه. اللي مش من الطبيعي فعلا ان محمد هاني وهو مستواه سيء يلعب، وهو مش في افضل مستوى ليه لا فنيا ولا بدنيا ولا قادر يشيل رجله في الملعب يلعب. محمد هاني لازم يحس بعنصر المنافسه، لازم يحس ان في منافس زي اكرم او كريم او عمر في المباريات المحليه يقدر ياخد مكانه. وقتها محمد هاني ممكن ساعتها يرجع لمستواه تاني ويقدر يقدم الاضافه اللي احنا محتاجينها من محمد هاني. خلي بالك ده حصل مره قبل كده في وجود كولر، في بدايه كولر كان بيبدا باكرم توفيق، محمد هاني كان بيقعد دكه. بعدها بفتره لما اكرم اتصاب، محمد هاني لما لعب قدم مستوى يمكن هو الافضل لمحمد هاني، وبعد كده محمد هاني بيتراجع. محمد هاني بيشارك مع المنتخب ماتشات كتير، مع الاهلي ماتشات كتير. لازم محمد هاني يرتاح المباراه اللي جايه ان شاء الله، وتدي لعنصر زي اكرم توفيق هتحتاجه في المباريات اللي بعد كده، وتحتاج تفوق محمد هاني. محمد هاني مش هيفوق غير بالمنافسه. التشكيل الافضل في حراسه المرمى مصطفى شوبير زي ما قلنا، باك يمين اكرم توفيق، في قلبين الدفاع رامي ربيعه محمد عبد المنعم، باك شمال علي معلول، في نص الملعب مروان عطيه، السوليه مركز رقم 8 ناحيه اليمين، احمد نبيل كوكا ناحيه الشمال في مركز الجناح اليمين. وهنا هنقف دقيقتين وهسالك سؤال، هل في مركز الجناح اليمين حسين الشحات لعب قبل كده مع الاهلي؟ حسين الشحات لعب في المكان ده. طب هل حسين الشحات لما شارك في مركز الجناح اليمين مع الاهلي كان مستواه عامل ازاي؟ كان جيد ولا كان سيء ولا كان بيقدم دور عادي؟ حسين الشحات في مركز الجناح اليمين كان بيقدم مستوى عالي جدا، كان بيقدم اسيست ممكن ما بنشوفوش غير من حسين الشحات، اللي بيكون خلف المدافعين بيروح على رجل اللاعب او على دماغ اللاعب بيسجل منها هدف. اذا حسين الشحات لعب في مركز الجناح اليمين، اذا يقدر يقدم فيه مستوى وقدم فيه مستويات جيده جدا. يعني لازم تلعب حسين في مركز الجناح اليمين، وده لسببين. السبب الاول ان انت عندك بيرسي تاو المرحله اللي فاتت مع الاهلي مش في افضل مستوى ليه. بيرسي تاو محتاج ان هو يراجع نفسه ذهنيا معانا، ومحتاج ان هو يبقى افضل من كده. لا اسيست بيعمل ولا اهداف بيسجل. لازم بيرسي تاو يعني يبقى في نوع من النشاط اكتر من كده، لان مش في مستواه خالص معانا بقاله فتره. فانت محتاج تريح بيرسي تاو علشان يفوق لنفسه. والحاجه الثانيه والاهم بالنسبه لي ان انا عايز اشوف حسين الشحات في مركز الجناح اليمين علشان ادي لاعب زي رضا سليم. من الظلم ان انت تقتصر دوره على 45 دقيقه او تغيير في الشوط الثاني، من الظلم ان انت تخلي رضا سليم بديل لحسين الشحات. رضا سليم لاعب قوي جدا، بيقدر يسحب الفريق بالكوره، بيقدر يراوغ في المسافه، بيقدر يتحكم في الكوره بشكل كبير جدا، بيقدر يخرج علي معلول وبيقدر يسدد من بره ال 18. رضا سليم لاعب بشخصيه الاهلي، محتاج يكون في الملعب من بدري، محتاج ياخد المباراه من البدايه اساسي. علشان كده خليت حسين الشحات جناح يمين، ورضا سليم يكون المجال مفتوح ليه انه يلعب اساسي في مركز الجناح الشمال قدام علي معلول، لان ده حق رضا سليم انه يكون موجود اساسي مع الاهلي. في مركز راس الحربه، ودي حاجه مهمه جدا لازم نحطها في حساباتنا، ان احنا لو بندي فرصه فالاولى الفرصه تكون لكهربا، الاولى تكون الفرصه للاعب احتمال بنسبه 80% يكمل معانا الموسم اللي جاي، لكن ما اديش الفرصه للاعب مفيش احتماليه ان هو يكون موجود في الاهلي بعد الموسم ده وهو موديست. الفرصه اولى ياخدها كهربا، الفرصه اولى ان كهربا يكون موجود في الملعب. كهربا الموسم اللي فات شال الاهلي في دوري ابطال افريقيا، كان هداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا، شال الاهلي في الدوري المصري، كان هداف الاهلي في الدوري. اذا كهربا عنده المقومات. كهربا يلعب اساسي على موديست، لكن ما يلعبش على وسام ابو علي. لو موجود وسام ابو علي كراس حربه هقول لك مفيش مشكله، ده رقم واحد، ده ياخد وكهربا يقعد له دكه. لكن في ظل عدم وجود وجاهزيه وسام ابو علي لازم كهربا يكون الاساسي في المباريات اللي جايه مع الاهلي، وهو اللي ياخد الفرصه، لان صدقني كهربا افضل بكتير جدا من موديست. وكمان الفرصه ان كهربا يكون موجود معانا الموسم اللي جاي اكبر بكتير جدا من فرصه موديست اللي مش موجوده. ده بالنسبه لتشكيل الاهلي ولحاله كل لاعب وحاله الفريق. وعايز اقول لك ان مباراه سيمبا مباراه صعبه جدا، حتى لو على ارضنا، حتى لو احنا كسبنا هناك 1-0. خلي بالك لو سالت نفسك هل
فريق سيمبا قادر ان هو يسجل فيك هنا، هتقول ده سيمبا قادر، لان ده حصل مش من سنه ولا من سنتين. في بدايه الموسم سيمبا قدر ان هو يسجل فيك هدف هنا ويتعادل معاك على ارضك، بعد ما كنت متعادل معاه هناك على ارضه قدر في السوبر ليج ان هو يسجل فيك هدف. اذا قادر ان هو يسجل فيك اهداف، والكوره فيها كل حاجه، مفيش حد كبير على الكوره. طيب فريق سيمبا كان بيوصل لمرماك هناك في تنزانيا وانت بتلعب جيم دفاعي بشكل كبير جدا، مقفل دفاعاتك، ومع ذلك فريق سيمبا اللي كان ينقصه التوفيق وواحد يخلص ويسجل اهداف مع تفوق مصطفى شوبير. اذا الفريق اللي قدر يخلق فرص وانت هناك بتلعب جيم دفاعي، قادر ان هو وانت هنا بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك وبتلعب مباراه اكيد هتكون فيها شق هجومي كبير جدا، قادر ان هو ممكن يبغتك بهدف، قادر ان هو يلعب عليك مرتدات، قادر ان هو يستغل المساحات. علشان كده لازم ناخد بالنا بشكل كبير جدا، لازم نأمن دفاعاتنا بشكل كبير جدا. علشان كده بدأت بالتشكيل الأساسي في وجود مروان عطية، في وجود علي معلول وعبد المنعم ورامي ربيعة والسولية واحمد نبيل كوكا، التشكيل الاساسي علشان المباراه مش سهله. لازم ان شاء الله نسجل هدف من بدايه المباراه ونسجل هدف تاني، ده بالنسبه للتشكيل الافضل. ان شاء الله اقول لكم التشكيل المتوقع واللي كولر ممكن يبدا بيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك وكومنت للفيديو وان شاء الله يوصلك كل جديد. وما تنساش اللايك هو وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب، قول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان يرشحه لغيرك فما تبخلش علينا بيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.